الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. النهارده طبعا الجو حر موت، الحرارة يمكن 45. هعمل صينية بطاطس بالفراخ. جبت الفراخ وقطعتها وبغسلها. طبعا بعد ما نقعتها شوية في الملح والخل والليمون، بغسلها دلوقتي تاني، بشطفها يعني من الليمون والملح. وبعدين هحطها تتسلق. بس قبل ما هحطها تتسلق بحب اعمل لها تركايه كده، بلفها بالبصل وبالتوابل الاول. طبعا هجيب وهتشوفوا معايا هعمل ايه دلوقتي. انا بغسلها دلوقتي حلو، بطلع منها اي جلود او اي حاجة. وبعدين اهو فرمت البصل، فرمته كده صغير، وهلف بيه الفراخ. بتدي البصلة وهي مفرومة كده مع التوابل، لما بتبل الفرخة قبل ما احطها في الشوربة بتدي ريحة للشوربة وطعم غير طبيعي. هعمل البصلة. لفيت الفراخ. طبعا لفيت الفراخ بالبصل وبالتوابل اهو. وبعدين هحط مع البصل فلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات اهو. اهو بظبط الفراخ معاكم. وبعدين هحطها بقى في الشوربة. بعد ما اعمل كده بلفها بالبابريكا وبالفلفل الاسود والبهارات والبصل لما تتبل خالص. والله يا جماعة الجو حر موت، واقفة في المطبخ بالعافية. مش قادرة اوصف لكم الحر بتاع المطبخ. طبعا في كل المطابخ وفي كل الدنيا حر دلوقتي، بس الجو فعلا النهاردة فظيع فظيع، حاجة غريبة. استغفر الله العظيم. طول ما انا واقفة بدعي ان ربنا يرحمنا من نار جهنم يا رب. طبعا انا بحب اشيل من كل فرخة كبيرة بجيبها، بشيل منها حتتين الصدر اللي هما ما بيتاكلوش، لان احنا ما بناكلش الصدر، بتبقى تقيلة مش بنحبها، فبشيلها على جنب. دلوقتي جبت الطماطم وغسلتها والفلفل الاخضر، وهعمل دلوقتي صينية البطاطس اللي هي البطاطس الني في ني بالفراخ، مش اللي هي التسبيكة. بعمل البصل مع الطماطم مع البطاطس كله مع بعضه، وبعدين بحطها تستوي على النار. جبت الصينية اهو، حطيت البطاطس في الصينية، هحط عليها البصل اللي متقطع اهو صغير صغير، احطها في الكبة اهو. بطاطس ني في ني يا جماعة، اللي هي كله مع بعضه بيستوي مع بعضه، مش اللي هي المتسبكة في الأول وكده. بنحب دي أكتر في الصيف عشان بتبقى خفيفة،
وطبعا جبت فصين توم وقطعتهم صغير. انا بحب التوم المتقطع، ما بحبوش المبشور او اللي هو بيبقى مدقوق في توم في الهون. بحبه متقطع كده زي بقية الحاجات. وجبت الفلفل اهو بقطعه، فلفل حامي علشان خاطر البطاطس تبقى حامية شوية، مبحبش الحاجة عادمة. بقطع الفلفل. والله الدنيا مدربكة، وبصوا الشقة مدربكة خالص، وفي الحر ده مش قادرين نعمل حاجة. قمت عملت الأكل بالعافية، يمكن قمت الساعة 5 أو 6 أعمل الأكل. الطماطم بقطعها زي ما أكون بعمل سلطة بالظبط. معرفش، في ناس كتير بتحب الطريقة دي في البطاطس، بتبقى سهلة وبسرعة وبيبقى طعمها أحسن. طبعا هقطع الطماطم صغير صغير كده وافرشها في الصينية كلها عشان البطاطس تشرب من الطماطم. قطعت الطماطم زي ما انتم شايفين كده وخلصت، وبعدين هتبلها واحط واحدة ماجي واحطها على البوتاجاز لما تستوي. اهو بحط البهارات دلوقتي، طبعا فلفل اسود وبابريكا وشطة وسبع بهارات، وهحط ماجي معاهم وبعدين هحطها على البوتاجاز. بخرط الملوخية، خلصت البطاطس وبخرط الملوخية اهو. طبعا قطعتها وغسلتها ونشفت، ولما نشفت بخرطها. بحبها مخروطة جامد علشان بتبقى حلوة في الشوربة، متبقاش صاحية. بحبها مهروسة جامد في الخلط بتاعها. وبعدين هعمل التومة حطيتها في الشوربة اهو، وبعدين هحطها على البوتاجاز. الملوخية برضو أكلة خفيفة قوي في الصيف وبنحبها، دقيق التوم. وبعدين هحط الكزبرة بقى بعدين في الطبق وانا بعمل القدحة. دقيق التوم والملح وحطيت ودلوقتي عملت القدحة اهو وقدحت الملوخية. الريحة طبعا وريحة التومة في الملوخية حكاية. بصوا يا جماعة، طبعا صوت الطشة حكاية. طشة التوم ما بتتظبطش معايا في اي حاجة غير الاطباق اللي هي بتاعت ماما وتيتا، اللي هي الاطباق الالمونيا اللي هي بتظبط التومة في القدحة بتاعتها. ما بعرفش اعمل التومة في اي طاسة بايد، بحس ان الطاسة بتتحرق مني. ودلوقتي خلصت الاكل، ودي الصينية بعد ما طلعتها من الشواية، وعملت الملوخية حطيتها في الطبق وغرفت الرز. وكانت الأكلة معانا النهاردة، هي كانت متعبة عشان الجو حر موت، والفرن طبعا الشواية لما بتشتغل بتسخن الدنيا أكتر. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وصلوا على النبي في الكومنتات، واعملوا مشاركة للقناة.